اشتغلت سوفت وير ديفلوبر لمده 11 سنه، وكنت فاكر الطريقه الامثل لزياده الدخل هي ان انا اعلي المهارات التقنيه بتاعتي، او ان انا اخد شهادات تقنيه اكتر. ودي مش طريقه غلط، ولكنها طريقه بطيئه، وفي طريقه احسن منها بكتير واسرع، وهي الليفرج، او ان انا ابيع الخبره اللي انا اكتسبتها على مدار السنين. المايند سيت شيفت او عقليتي نفسها اتغيرت تجاه الموضوع ده لما عملت $1500 اونلاين بان حد دفع لي علشان خاطر برنامج منتورشيب. وقبل ما تفتكر ان انا هبيع لك الوهم، انا مش هبيع لك كورس تافه هقنعك ان انت هتعمل من خلاله $10,000 في الشهر، لان في نصابين كتير. فالموضوع ده مش مناسب لكل الناس ومحتاج منك مجهود. الموضوع باختصار هو ان انت تستغل الخبره بتاعتك، ان انت تعمل لها ديستريبيوشن، يبقى انت بتبيع المعلومه اكثر من مره. البيزنس موديل باختصار بدون اي تعقيد هو ان انت بتدخل استشاره مع حد، بتفهمه حاجات هو عايز يعرفها. الشخص ده بتجيبه ازاي او بيقتنع ان هو يدخل معاك استشاره ازاي؟ من خلال المحتوى بتاعك. بتبقى عارف ازاي ان انت تعمل محتوى مجاني تجذب الشخص الخدمات بتاعتك، ومن خلال الاستشاره دي بتعمل له ابسيل او بتقنعه بالمنتورشيب او الهاي تيكت برودكت اللي هو ب $1500 فيما فوق. الموضوع ده انا بعمله بقالي اكتر من 5 سنين. مش لاي حد، لازم يكون حد عنده خبره، عنده حاجه الناس مستعده انها تدفع فلوس مقابل ليها، ولكنه سهل وممكن جدا. في مكالمه مسجله شرحنا فيها الموضوع بالتفصيل، المكالمه دي من المجتمع بتاعنا. لو انت عايز تتفرج عليها بشكل مجاني اكتب كلمه مكالمه تحت في التعليقات وهبعت لك اللينك.